السلام مكتوب عليه حكم القدر تفرج جناحات السلام وتوسط نور السفر زي نجمة في قلب الظلام. وهديك ياما البحر وهديك مجال في النهار بتنادي ليه شمس المغرب بوابة الليل الطويل شباك فاتح للقمر. يا دنيا دوري دوري يا زمان، يا دنيا دوري دوري يا زمان، درب الرحيل غير مكان خطوة في نص الطريق مجهولة خطوات الأمان نجمة بتلوح في البعيد وتغيب وسط سحب الدخان. يا دنيا دوري دوري يا زمان، يا دنيا دوري دوري يا زمان، درب الرحيل غير مكان خطوة في نص الطريق مجهولة خطوات الأمان نجمة بتلوح في البعيد وتغيب وسط سحب الدخان. يا دنيا دوري دوري يا زمان، 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 يا دنيا دوري دوري يا زمان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر ذنوبنا يا الله وكفر عنا سيئاتنا يا كريم. اللهم ادخلنا الجنة يا كريم. اللهم اغفر ذنوبنا يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتحة. آمين.
الله الكريم الرحيم يا الله يا الله. حرام. جمعني يا ثقيل، الله يقبل مننا يا اخوي. سويناه كثير، لا بيرضي الله لا بيرضي الرسول. الله يتوب علينا ساكت. عملنا جرائم صعبه خلاص، ضوقنا خلق الله المره، غلطنا غلط كبير. الله يغفر لنا ساكت يا ثقيل. رب غفور رحيم. بعدين يا اخي ما تعذب نفسك كتير كده يا اخي. ضميري تعبني يا ثقيل يا اخي، ضميري تعبني تعب شديد خلاص. يا اخي نحن سوينا ما هين يا اخي، قلع ونهب وسرقه وارهاب ورعب، اذى جسيم وبلاوي ما يعلم بها الا الله. الله يغفر لنا ساكت يا اخي. لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم واتوب بالله الكريم. استغفر الله. كلنا مشينا في نفس السكه، بارينا طريق الشيطان. استغفر الله استغفر الله. الله يغفر لنا يا اخي. استغفر الله استغفر الله. فات ال50 سنة أكثر من 3/4 فسيل. الساهلي ذاتهم منكم ما بيعرفون. أنا ذات بقيت ما بعرف أشكالهم ما بعرف. والله العظيم يا ثقيل ما في زول بزورني إلا مريم أختي مرة كده بالجنين مخصوص من الخرطوم. شوف الحالة اللي علينا كيف نحن. انت كويس، انت كويس يعني. اختك مريم واهلك كلهم بيزوروك، لكن انا اكثر من 10 سنة ما شفت زول من هذه. تصور. الله يلزمنا الصبر يا اخي. ده قدرنا ومصيرنا. ما قربت تخلص يا بطل؟ قربت يا مرحوم قربت. والله وما طالبنا حليفها يا ضبة. سيادة المقدم قال عربيته دي ما عايز اي زول غيرك يخد فيها يده. ليه حق انت ما هين. العربية تكون عطلانة ملجنة، خدت ايدك فيها تبقى زي العروس. لكن بقول لك شنو؟ نعم. عليك الله خف شوية لأنه سيادة المقدم طالع. حاضر. هاي عليك. هوا خلاص قربت أنا. ما في مشكلة. يلا. دورت. ايوه يا تقيل. حديد ده عاد انت ما بتنجم وجد.
يا الله يا كريم، انت في الحديد يا ثقيل ولا في اهلنا يا اخي؟ سببنا لهم العار، اهلنا كرهونا وعملنا لهم عمايل ما ترضي الله ولا ترضي الرسول، جرمنا وعملنا حاجات صعبه جدا. الله. يرمونا يرمونا؟ لا، ما معقول. دم ولحم، يرمونا ما يرمونا. احسن نبعد منهم، احسن نبعد منهم يا ثقيل، لانه نحن بنحرجهم، نحن اجرمنا، عملنا حاجات لا بترضي الله لا بترضي الرسول، نبعد منهم عشان ما نحرجهم وندخلهم في مضافرهم يا ثقيل يا اخي، نشق طريقنا برانا يا اخي. ربك غفور رحيم يا دي. ما هو هسه نحن تبنا واستغفرنا، وبكره نطلع من السجن والحاجات دي كلها نخليها ورانا. وهو انت حسي بقى غير الصلاه والعباده ما عندك شيء، حتى بقيت امام جامع. سوري يا ثقيل، حتى اهلي نسيتهم، ما بتذكر فيهم تسوري الا الكبار، خالات والعمات وكذا، لكن تاني ما بتذكر اي حاجه. اختي امنه يا ربي اولاد ابوه كيف؟ اتذكر كان عندها ولد وبنت، كنت بلعب معاهم واجيب لهم الحلاوه واحبهم حب ما عادي. يا ربي الواد اسمه منو؟ الواد اسمه ايوه عادل. البنت اسمها منو يا الله؟ البنت اسمها رشا، بقت عروسه حسي. يا ربي حسي امها كيف؟ لا، من ناحية شياكة شياكة خالص. بيسحروك يا ولد. ايه ده؟ تسمحي حضرة المحامي الظريف الوجيه انك تقوم تاخدني معاك بالعربية تنزلني في الجامعة؟ ما في طريقة. ما في طريقة ليه؟ ما في سكتك. سكتي؟ ومنو اللي قال كده؟ أول حاجة سكتي بوين وأنت بوين؟ أنا ماشي المحكمة فاضل لي ربع ساعة بس للجلسة، وأنت ماشي كل التطبيق، ما في طريقة. ده الناس هون عليك، أختك تشعلك بالمواصلات؟ ما تشعني. أنت كده وصلني وبعدك بقول لك في السكة داليا قالت عليك شنو؟ داليا شنو؟ قالت شنو عنك؟ اسمع يا رشا، لا بيهمني رأي داليا ولا عايز أسمع. أها إيش رأيك؟ أنت شنو حكايتك أصله؟ عربيتك دي مش بتاعت بابا؟ بتاعت أبويا هاي، لكن لا بتركبي فيها ولا بتخطي فيها رجلك، أمشي شوفي لك مواصلات تشعلقي فيها. يا أخي بنهزر معاك يا أخي. تهزري؟ أنت زعلت؟ قول لي وين عطفك وين؟ أيوه برضه شوفي لك مواصلات. عادل دقيقة عادل يا أخي ما تبقى صغير عليك، الله ما تبقى صغير. يا نعم يا أمي. خلاص ماشي يا ولدي. أيوه المواعيد جات خلاص. خلاص يا ولدي بعافيتك، ان شاء الله تمشي بالسلامة. إن شاء الله أمي. وافطر بلاي، ضروري تفطر. جدا. هاي اسمعي شنو؟ شوفي لنا حاجة كده. يا سلام، يعني غلطت كوني ناديتك؟ ليه؟ كوني قلت لك يا عادل تعال نقول لك مع السلامة؟ اشوف لك حاجة لمتين يا ودي تاني، احنا مش خلاص خرجناك من الجامعة ومش شغلناك في مكتب اكبر محامي في البلد، تاني اديك قروش علينا يا امي يا دوب محامي تحت التمرين، ولا خلاص عايزين ترفعوا يدكم من اول ايام؟ ما تستعجل، اصبروا لنا حبه كده. شوفي الحركة يا ماما. شوف العقرب بتاعتك. حركة يا مان. انا اشوف ذاتي عندي كم احتمال ما يكون عندي ولا حاجة. شايف بدافع عنك كيف؟ ما تستاهل. برضه ما بوصلك. يا اخي ما ممكن، وبعدين حتديك مبلغ محترم انا متاكده، واحد زيك واكبر مقاول في البلد لازم يسهر بمظهر شيك يعني. مهما تعملي برضه ما حوصلك. الله يضرك، الله يخلص لنا حقنا، الله يخلص لنا، خليتك لله، خليتك لله. الله يضرك، الله يخلص لنا حقنا، الله يخلص لنا حقنا. سامحوني، أنا تبت. ضبط قول بسم الله، برضك بتهلوس وتهضرب.
زادت الحلو انا اضرب. انا تعبان شديد يا اخي، تعبان شديد يا اخي. يا بطل انا بردان، كلام جاي بردان، شايف الفرد الملالي. ارقد كنت الملالي الملعون. لا غطيني بطانية، غطيني بمشمع، بأي حاجة غطيني. انت لسه هتعب نفسك؟ لسه هتعب نفسك يا ضبط. كفايه يا اخي. انا تعبان شديد، الكلام ده ايه؟ ما قادر ارتاح. كده انوم كيف؟ احسن اصحى. انا صاحي بتعذب، نايم بتعذب، ما حقدر انوم. لا ما شوي خليني يا اخي، خليني اقوم اشوف هوا يا اخي، بابا وين عادل؟ عادل؟ مشى لواحد صاحبه. ضروري بالعربية عنده طبعا. معاه شغل، هيبقى العربية عاد. الكلام ده قلنا له وقت يعني لحد ما نشوف له طريق. انت كان ماسك العربية عندك، ما تديها ليه؟ هديها ليه يا عباس يا اخوي عليك الله. طيب لما نشوف. بالمناسبة عيونك دي مالها؟ ما في حاجة، بس زي ما شايف انا بخرت الأوضة فدخان، انت عارف انا عندي الحساسية. لا كنت بتبكي، انا فاهمك كويس. ابكي انا؟ ابكي ليش؟ قلبي بكيني شو كمان؟ ضروري تكون تذكرت الزفت ده. انا ما عارف انت ليه شاغله نفسك بواحد زي ده وصمة عارفه من اسرته، ده بني ادم ده. ما ذكرت والله يا عباس. على العموم شوفي، البني ادم ده لو جه البيت تاني ما يعتبه ولا يدخل فيه ولا يرد على وشنا، الكلام ده مفهوم؟ عظيم ضمير، عظيم اخلاق. ايوه جنابك. عندك زيارة؟ زيارة لينا جنابه؟ هاي ليك انت في ضبة غيرك؟ سامح كويس جدا يا جنابه. دي تعرف يا تقيل تكون مريم اختي اصل زول بيزورني غيرها ما في. الله يكتر خيرك يا اخي. يلا تتلتل تجي من الخرطوم عشان تزورك في سجن مدني. الله يفتح عليك. والله ما قصرت يا اخي. يلا اسرع. نزيل خالص يلا. خلوه يخش. عرفوا يا خالد.
الله يبارك فيك. شد حيلك شد حيلك. انت كيف يا كيف حالك انت؟ ان شاء الله كويسه. الله يسلمك يا شد حيلك. عمنا واولادك كيف؟ ان شاء الله كويسين. كويسين عمنا واولادك؟ بيسلموا عليك يا خالد. عادل ورشا كيف؟ عاملين كيف؟ والله انا بتسلم عليك. الله يسلمك. عادل بقى محامي. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ورشا عامله كيف؟ رشا في كلية الطب. دكتورة يعني؟ ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. ما تستاهل يا اخوي ما تستاهل. قسمتنا كده. تستاهل الحال عليك دي والدبي. لكن القسمة والإرادة يا اخوي. القسمة. ايوه والدبي. تاني ما تجي درد طويل ما تدعي. لا لازم اجيك يا اخوي. هسه قوم امشي ارتاح يلا بعد. لا يا اخوي. ان شاء الله بس انت يا اخوي حالك انصلح. ان شاء الله. انا اي شيء تبت لوجه الله تعالى. الحمد لك يا الله. ما عندي اي حاجه غير العباده. يا اخوي كفاك. الحمد لله. كفاك السكه دي كفايه. نهايه تشمي يا اخوي. الله يديك العافيه. انت معصيله يا مريم. يا اخوي. كذلك كيف يا اخوي عليك الله كيف انا ما مشغوله عليك يا ودبي. انا ما مشغوله عليك يا خالد. والله انت كيف اخوي يا خالد. انت ما ابوي انت ما تستاهل يا خالد. ما تستاهل العذاب ده ما تستاهل التلتله دي يا اخوي. معليش المكتوبه لازم تحصل يا اخوي. المكتوبه لازم ما في منها مفر ابدا. والله الناس كلها بتزعل منك يا خالد. انا قلت لك شنو ودبي. لك الله يا خالد. امسك ديلي يا خالد. خلي بسيطة يا ولد امي. انت ما ابوي والخشاء. كتر خيرك. قومي انت ما ربيتك يا خالد. الله يديك انت العافيه. ما ابوي يا الله يديك العافيه. شد حيلك. قومي شد حيلك ولا والله يا خالد يا اخوي ما تستاهل ما تستاهل الدردره ما تستاهل الشقاوه يا اخوي. ما في عوية. شد حيلك كله مكتوب ومسطر. عرقلة كيف احوالك؟ جبت لك المعدوم من سوق الخرطوم وانت من دربك ده مدحوم ارقد وتنوم بس. ما تقول لي جبت لي كربريتر. معقول انت تطلب حاجه ونحن نتاخر؟ ما بطل جديد جديد كرت. لطشته من وين ده يا شقي؟ نحن لبن الطير ما بيغلبنا يا الراجل الطلب وبيجي بعدين بنقول له طلبك موجود. طلبه موجود ما بس نفعنا كويس. لا ما تخاف حقك محفوظ. ضبه ما في منه اخبار. جا واحد زول قال شافه في سجن مدني قبل كم يوم كده. ضبه كتلني فيه يا اخي. والله العظيم ضبه مجنون فقري قلبه حديد ما بيخاف. ضبه في كان ده حالنا يا اخي. من ما ضبه دخل السجن نحن راسنا انقطع واتجهجهنا. ما تخاف ضبي مبروك ونرجع زي زمان وقول لها خلق يا ما جاك بلا. انا حشرب لك شاي طوالي شاي. سبع ولا ضبع يا كورناف؟ لحد هسه الضبع يا ريس. ما تقنع منا يا اخو شوف لك حاجه غيرها. الا العربيه دي يا ريس داخله مزاجي ولو ما شلتها ابقى انا ما كورناف. قلت سيده حريص وعامل حسابه. لكن لابد يوم يغفل. انا ما عايز غير 5 دقائق. بعد ذاك
اشوف. كرناف. بس اوعك تغلط وتجيب على هنا. معقول؟ معقول يا ريس؟ معقول انا اغلط الغلطه دي؟ ما كفايه الزر اللي زريناه زمان. فرتقه غادي يا ايوه تجيب لي هنا كمونيه خورته. هسه ضب يمرق من السجن ونرجع زي ما كنا زمان. ضب لو طلع ما خلاص المشاكل كلها حتنتهي، القروش حتجي في ايدينا زي الرز. يا الله تذكر ايام زمان يا ريس. هي ما راحت من بالي يا اخي، انا بنساها. ضب دما. اللهم اغفر ذنوبنا يا الله وكفر عنا سيئاتنا يا كريم. اللهم ادخلنا الجنة يا كريم. اللهم اغفر ذنوبنا يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ عبيد؟ علي عادل. كيف حالك؟ كيف اقعد؟ الحمد لله. شكرا. زي الحال. الحمد لله. وصلتنا اخبارك. قالوا لي كانت جلسه مشهوده في المحكمه. فعلا والله. برافو يا عادل. الله يخليك، تلميذك يا استاذ. ما خيبت ظني. الله يخليك، انا انتهزت فرصه تضارب ولا الشاهد الثاني وضربت في الوتر ده. الجماعه ما ركزوا معي. في النهايه الحقيقه انكشفت والقضيه جات لصالحنا. الحكم صدر؟ لا لسه، لكن عندنا جلسه الاسبوع الجاي. تقريبا القضيه اتحسمت لصالح موكلنا. لو شفت فرحان كيف يا استاذ عبيد ما مصدق ابدا. ليه حق يفرح؟ حيقبض له مبلغ ما كان بيحلم به وفقد فيه الامل. لو سمحت لي يا استاذ عبيد، بس انا يعني لو سمحت لي عندي طلب صغيروني كده. تفضل يا ابني. استاذ عبيد، انا عايزك تجربني في قضايا كبيره، يعني قضايا اكبر من قضايا الشيكات والعقارات والحياه دي. لو سمحت لي، انا شايف انها قضايا صغيره كده. تاكد اني ما حخذلك ابدا. خطوه خطوه يا ابني، ما تستعجل. انت فعلا اثبتت وجودك في عالم المحاماه، لكن نصيحتي لك واحده واحده. جدا يا استاذ عبيد، ما في اي مانع. الوالد كيف؟ كويس خالص. انا نسيت اقول لك انه بسلم عليك، والله اتلخمت مع القضايا. بسلم عليك سلام كثير جدا بالمناسبه. بلغوا تحياتي وقول له اظهر وبانوا عليك الامان. ولقيتي كيف يا مريم يختع عليك الرسول؟ والله صحته نازله شويه. كر عليه. لكن طيب. كر عليه. وما قال لي خلاص قربوا يفكوه؟ ما جاب لي سيره. لكن بسأل منكم واحد واحد، وخصوصا عادل ورشا. كر علي يا اخوي، كر علي يا ولد، كر علي يا خالد. والله قال ما مشتهي شي في الدنيا الا يشوفهم بيه وقدر شنو. ما قلت ده عادل بقى راجل ورشا يا حالاتي بقت عروس. كلمته مسكين الله يهون عليه، التالتة بتبهدل في الدنيا دي. كر عليك يا خالد. لكن جسمه وإرادة. كر عليك يا ولد، كر عليك يا أخوي، الله يفرج عليك. قبيل شايف الجماعة طالعين ماشيين العيادة، ما مشيت معاهم ولا؟ غيرت رأيي يا أخي، ما مشيت. يا أخي ما كان تمشي معاهم يا كان تمشي تكشف يا أنت اليومين ده صحتك ما تمام، بعدين عيونك ذاتها كده يعني ما عجباني. على الأقل بالمرة كده يعني تشوف الشارع ذاته. الشارع ده تقول يا ولد معقدني يا أخي، الشارع ده ذاته اللي مخوفني أنا. بقيت تتعقد من الناس؟ يا أخي أنا أجي مالك العالم تجيب خلق الله تقول لك يا هو ضبة، كلهم يشوروا لي يا هو ضبة يا هو ضبة يا هو ضبة، عشان كده أنا ما مالك يا أخي. ما تتعقد ساكت يا أخي، أو كلنا غلطنا وهو بندفع في الثمن، وبكره بنطلع من السجن وبنمشي لاي زول نحن غلطنا معاه ونعتذر له ونبوس راسه. تاني شنو؟ انا خايف يا تقيل. ضبط تخاف كمان؟ هل ما يفكوك من السجن حتعمل شنو؟ ما هو ده المجنن اللي مخوفني يا اخي. ما انا تعرف خلي بالك والله مرقة السجن دي ما دايره كله اخي اللي هنا يا اخي من خلق الله برا يا اخي ما بريحونا يا اخي. يا ضب نحن تبنا خلاص، حين نتهدى خلينا نرجع لهنا ونمسك الدرب العديد
ضبط انت هنا وانا قالب عليك الواطه كلها. ايوه يا جناب. قوم قوم حرك سريع سياده المقدم عاوزك. سامح. يمكن خبر سمح. سمح وين يا ثقيل يا اخي؟ الله يسامح ده احنا نسيناه كله الفرح مات فينا كله. يلا ضبط. نزيل خالد. خليه يخش. ادخل يا خالد. مرحبا خالد. تفضل. خلاص يا مرحبا. تفضل. حاضر سيادتك. خالد اسماعيل جيب الله الشهير بضبه. نعم جناب. مبروك. المبروك شنو جنابك؟ إفراج. ها؟ حيتم الإفراج عنك ومعك مجموعة ثانية من السجناء بمناسبة العيد الوطني للبلاد بعد ما قضيت نص المدة. يعني أنا طالع من السجن؟ بعد أسبوع بالكثير حتكون حر طليق. الرئاسة طلبت ترشح لها أسماء بعض السجناء، فأنا اخترتك أنت أول واحد لأنك كنت مثالي ومنضبط طوال المدة اللي فاتت. ها مبسوط؟ والله أقول لك شنو جنابك بس يعني الحقيقة أنا استدعيتك عشان أقول لك كلمتين. نعم. أنت يا خالد مشيت في سكة غلط لغاية ما بقيت واحد من أخطر المجرمين. لما تجي سيرتك الناس كلها تستعيذ بالله منك. تقدر تقول لي وصلت وين؟ والله ما وصلت لأي شيء جنابك. متردد سجون. أكثر من نص عمرك قضيته جوا السجن. ضيعت على نفسك وعلى أسرتك. أنا أوعدك جنابك بعد ما أمرق من السجن ده حكون زول تاني، ما حأعمل أي جرائم تاني. يا ريت تقدر تلتزم بالكلام ده يا ضبط. إن شاء الله. ما تنسى يا أخي إن أسرتك أسرة معروفة وكبيرة ولها مكانتها في المجتمع. أنت ما قصرت. سببت لهم كثير من الحرج والعار ولوثت سمعتهم. لا أنا حكون زول تاني إن شاء الله. جميل. ونحن من جانبنا ممكن نساعدك، خصوصا أنت تعلمت معانا هنا الميكانيكا والحدادة والنجار. نعم. يعني ممكن نزعة في انك تلقى لك كشك ولا رخصة دكان. كتر خيركم ما قصرت. اهم شيء ما دارين نشوفك هنا تاني. لا ما بتشوفني تاني ان شاء الله. بس في حاجة مهمة دارك تاخدها ببالك. نعم. المجتمع برا ما حيرحمك، ما حيتقبلك بسهولة، حيرفضك وحينبذك او حتى يأس وتستسلم للهزيمة. قاوم واستعين بالله وحتنتصر في النهاية. ان شاء الله. ربنا معك. ان شاء الله. شكرا جنابك. تفضل. كتر خيرك. شكرا جنابك. طيب يا خالد. الله يبارك فيك. نفس الحكاية يا عادل. أمي فاتحة الدولاب ومطلعة صورة خالي خالد تعاين لها وتبكي. أسدي؟ لسه في أوضتها. الغريبة يا عادل سيرته ممنوعة منع بات من البيت ده. يعني لو غلطت ساعة وجبت سيرته القيامة تقوم. خاصة أبوي، سيرة خالد عنده من الممنوعات خالص. عارف الموضوع ده فيه غموض كده. لكن يا ربي هسي هو حاله كيف؟ بيكون حي ولا ميت ولا حاصل ليه شنو؟ أنا بتذكر شفته زمان وأنا صغير، لكن ما بتذكر ملامحه كويس. أنا بتذكر إنه آخر مرة شفته فيها أبوي كورك فيه كواريك شديدة جدا، وبعد ذاك طلع ما شفته تاني. في حاجة مريبة في الموضوع ده، لكن هي شنو؟ ما معروف. ده اللي كنت خايف منه أنا يا رجال، إني أمرق برا. ده اللي أنا كنت خايف منه تمام. جمد قلبك، جمد قلبك يا ولد. بعد التوبة تاني في شنو؟
اواجه الناس كيف يا اخي؟ هيقبلوني ولا لا؟ هيقابلوني اعمل شنو؟ ما عارف اللي اسويه شنو انا. ربه غفور، ربه غفور رحيم. الله يهون القواسي. شعور غريب عمري ما شعرت به. شعور غريب بينخر في عظامي، بعذبني بمزغني اتقيل يا اخي. ارقد ارقد. والله يحلي لك يا عادل يا ولدي، والله مشتاقة ليه. والله بلكتر يا خاله، ما كان في داعي للتعب يا خاله. طولت من تعبك راحة يا ولدي، الله طولت يخليك. مني والله العظيم. والله الشغل بس يا خاله. حلو مر، حلو مر عندي لك من رمضان الفات. يا سلام عليك يا خاله، دائما بتعرفيني عايش. عارفاك بتريده. الله يخليك. شكرا لك يا خاله. يا عادل يا ولدي. كيف احوالك؟ الحمد لله. جميل. تسلم يدك يا خاله. سرت من كل بلا يا ابوي. ما شاء الله يا عادل، صلاة على النبي ما يسحروا. الله يخليك يا خاله. دائما ما مقصر مع خالتك. اقصر كيف يا خاله؟ اقصر كيف؟ تعرف يا خاله، انا لو لي مراد اجيك كل يوم، وفي اليوم اجيك مرتين كمان، ايه رايك؟ انت ونستك بالدنيا يا خاله يا اخي. عارفاك من صغير، انا ما شايلاك مربياك في ديلي ديل. الله يخليك يا خاله. عارفاك من زمان، كان ما حجتك ما بتنوم. هسه كل ما مره انت بتجيني هنا. ايوه عارفاك بتريد احكي لك ايامات جهلتك وصغرتك. لكن والله يا عادل يا ولدي، ايوه كان طبعك شيء وكنت بكى. اي الا معقول يا خاله بس؟ لا هسه حصلت على النبي يا السميكه ما في مشكله. سامكت راجل يا ولدي. يا خاله معلش، انا عارفه السيره دي بتزهجك، وعارفه بتعكر عليك مزاجك، لكن انا ما عندي زول غيرك اساله. مالك يا عادل يا ولدي؟ انا بتكون عرفتي انا عايز اسال من شنو؟ عرفتك. ده تسأل من خالك. ايوه. السيرة دي لا. لكن ما معقول يا خاله، ما معقول يكون عندنا خاله ما عارفين الحاصل عليه شنو، ولا عارفين انه حي ولا ميت حتى. انساه نهائيا. شيله من بالك، اعتبره ما موجود. اعتبره ما موجود كيف؟ وهو موجود. ومنو قال لك موجود؟ ما يمكن ما تشبه الموت. طيب ما تقولي لي الحقيقه انت يا خاله. عادل خصمتك بالرسول. السيرة دي ما تجيبها لي. ما توقف فيه يطلع النار يا ولدي. السيرة دي خليها. يا خاله خالتي انا اسف، خلاص خاله معلش يا خاله، معلش خلاص خاله. انا ما قاصد يا خاله. خالتي انا اسف. اقعد يا خاله. يا خاله ما قلت اسف خلاص؟ نسيتي قبل شويه وكنت عادل حبيبك يا خاله. انا اسف يا خاله. يا خاله ما قلنا معلش خلاص؟ يا ولدي اسمع كلام خالتك اللي بتريدك وبتهزك وما بتخد اي زول في محلك يا ولدي. سيرة خالك دي والله ما تطلع يا غادي، ما تطلع. اسمع نصيحتي يا ولدي، انت عندك خالين بس، عوض حسين مسافر برا في الخارج، ما عندك غيره ثاني خال. سامح يا خاله.
وام سيادتك الوزير خالد. مرحبا. ازيك يا خالد؟ السلام عليكم ورحمه الله. خالد اسماعيل جيب الله. حكمك بدا وين؟ اتحكمت وين؟ حكمت في محكمة درمان وسط. مدة الحكم كم؟ 10 سنوات جناب. بدأت ايه الحكمة؟ لا يا جنابك المسألة ما جاطت في راسي يعني رايكم كده معايا تقريبا. جاهز لإطلاق سراحك الليلة؟ إن شاء الله. طبعا خلاص الليلة حيتم إطلاق سراحك وحتمشي مع مرحوم تتم باقي إجراءاتك وتسلم عهدتك وحنشوفك بعد ما تغير هدومك دي تجينا زول تاني. طيب إن شاء الله. الله يكرمك سعد. طيب. بارك الله. تفضل. شكرا سعد. مرحبا. ازيك يا خالد؟ ما شاء الله يا اخي. الحمد لله على السلامة يا اخي. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يبارك. بس حقيقة حتحيرني يا اخي. ثاني يقول حيصلح لي العربية. عربيتك انت؟ نعم. عليك ما الله سعادتك تقول لي في اي محل انا اجيك هوا اصلحك في اي وقت اصلا انت ما عندك اي عطره. لا بس احنا هنا ثاني ما دايرين انك تجي حتى ولو عشان تصلح لي عربيتي. ولا زور وساكت. لا زيارة ساكت تجينا يعني من برا. ما سعادتك السنين انا ما عندي فيه ذكريات. انا تعلمت فيه التوبه وتعلمت فيه حاجات كويسه. لكن مهم تبدا برا بدايه جيده ونظيفه وكذا وتلاقي ناسك دي ذاتهم ان شاء الله تلاقيهم برا. ان شاء الله بس برا يقبلونا. ان شاء الله ان شاء الله. ما كرمتونا لكن برا بس ان شاء الله. ان شاء الله بس انت قوي عزيمتك وابدا بدايه جديده. طيب سعد. طيب خالد بالتوفيق يا اخي. الله يوفقك. ربنا معاك يا اخي. جزاكم الله خير. تفضل. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا اخي.